العراق تبنى موقف النفي حتى آخر لحظة. طبعا هو لم يكن وحده، ويا 13 واحد. هي طائرة رئاسية، طائرة جزائرية رئاسية. هو الوفد يضم محمد صديق بن يحيى وزير الخارجية، أحمد بغلي مدير بوزارة الخارجية، سعد الدين بن ونيش كادر بوزارة الخارجية، محمد بسخوات كادر بالبنك المركزي الجزائري، محمد رضا بن زاغو كادر بوزارة الطاقة، عبد الحميد طالبي كادر بوزارة الخارجية، وكمال حوشات عبد الحميد طالبي كادر بوزارة النقل وكمال حوشات كادر بوزارة الخارجية. وطاقم الطائرة هم آية قاسم مولود، الطاقم الإعلامي آية قاسم مولود صحفي من وكالة الأنباء الجزائرية، ومحمد بن عثمان مصور بوكالة الأنباء الجزائرية. أما طاقم الطائرة فهم مصطفى سباعي قائد الطائرة، وعبد المؤمن معتوري مساعد قائد الطائرة، وفتحية شيبان مضيفة الطائرة، وصالح جيلالي ميكانيكي الطائرة. سقط هؤلاء جميعهم قتلوا. وأمر إسقاط الطائرة صدر بعد أن انتهى الاجتماع بين صدام حسين ووزير الخارجية الجزائري، نهاية بها تشنج واضح. من طلع صدام حسين غاضب، الوزير يبدو افتهم أن الوساطة رفضت، وأنه أصبح غير مرغوب به من قبل العراق. لأنه صدام حسين مبدئيا يرفض أن يتوسط عربي بين طرف عربي وطرف أجنبي في حالة وقوع نزاع بينهما. ما يتحمل أنه واحد عربي يصير وسيط بين طرف عربي وأجنبي. فكيف يجي هذا الوزير الجزائري يتبنى مقترحا إيرانيا بأن العراق يعتذر من إيران ويقدم لها التعويضات؟ لحظة الغضب أدت إلى إصدار أمر بإسقاط الطائرة الجزائرية. هذه القصة.